أنا مرات المجرم الديوس. أنا اللي جوزي باعني وباع شرفي وكرامتي وعرضي علشان فلوس. بس أنا استاهل. أنا مشيت معاه وغواني بالمال والفلوس والدنيا الحلوة، بس ما كنتش أعرف إن دي هتكون نهايتي. أنا بكلمكم وأنا في سكرات الموت، وأنا محطمة ومرمية ومريضة سرطان ومرمية على فراش الموت، مستنية وبتمنى إني أموت كل يوم 1000 مرة. بجد نفسي ربنا ياخدني وهو راضي عني، بس بعد كل اللي عملته في حياتي ده ممكن ربنا يقبل توبتي؟ هقول لكم قصتي النهاردة من البداية للنهاية. أنا بنت عندي 28 سنة، اتجوزت وأنا عندي 18 سنة. شاب زي كل الشباب، بس كان بيشرب الأول سجاير. حبيته واتجوزنا وكنا عادي جدا، مفيش أي مشاكل. كان بيشتغل في شركة موظف كويس قوي. المهم عدت الأيام وعدت الشهور وعدت كام سنة. عزم المدير عنده بتاعه في شقتنا في البيت. طبخت وحطيت أحسن أكل عندي وأحسن حاجة وجهزت الدنيا. المدير بتاعه أول ما دخل بيتنا لقيته بيبصلي بصلات غريبة قوي. استغربت منه، ومع ذلك قلت عادي مش مشكلة، أول مرة راجل يجي يشوفني، خصوصا إن هو جسمه مثير جدا. مفاتني يعني كبيرة شوية، مع إني والله كنت لابسة عباية بيتي عادية بس شكلها حلو. المهم لقيت بعدها بكام يوم جوزي جاي بيقول لي المدير بتاعي انت عاجباه قوي، عايز يعمل معاك علاقة. قلت له علاقة ازاي؟ قال لي ان هو ينام معاكي مرة والمقابل. قلت له ازاي؟ انت بتتكلم في ايه؟ قال لي هيرقيني في الشغل، هيديني فلوس كتير قوي، هيخليني انا وانت حاجة فوق الفوق. قلت له مستحيل ابيع عرضي وشرفي لاي حد مهما كان ولو بكنوز الدنيا كلها. جوزي فضل ورايا لدرجة ان هو ضربني واهني، كسر بخاطري، مع انه عارف ان انا ماليش حد تاني اروح عليه، لان هو كل اللي ليا في الدنيا. والدي متوفي من زمان جدا وانا لسه عيلة صغيرة. والدتي ست مريضة بالكبد والضغط والسكر، وعلى قد حالها ويدوب المعاش اللي بتاخده من ابويا الله يرحمه، يدوبك معيشها على الواحدة. المهم جوزي فضل يضرب فيا ويذل فيا لدرجة ان هو جالي في يوم وقال لي اتبسطتي خربتيها وقعدتي على تلها. المدير بتاعي رفدني من الشغل، وفعلا قعد من في البيت، وبدل ما كان بيشرب سجاير وبس لقيته بيشرب حاجات تانية كمان. معرفش بصراحة انواعها ايه، بس كان دايما مسطول وبيعاني. عدت ايام علينا صعبة قوي قوي، ما كناش بنلاقي اللقمة حتى ناكلها، لحد ما لف الزمن ويدور، وكل ما يجي يكلمني يقول لي انت السبب، كنا زماننا فوق السحاب. وفضل كل شوية يهين فيا ويذل فيا ويكسر فيا. المهم استجبت ليه، قلت له خلاص. قال لي هي مرة وهتعدي وهرجع الشغل تاني وهترقى. المدير معجب بيكي قوي وبجسمك، اعتبريه يا ستي حد اغتصبك ولا حد حصل عمل معك اي حاجة، وانا عارف ان هو هيبقى غصب عنك. المهم قلت له ماشي غصب عني، بس مرة وهتفوت وتعدي. قال لي ماشي تمام. كلم المدير بتاعه في الشغل وقال له خلاص مراتي وافقت ان انت تقضي معاها العلاقة. قال له ماشي انا جاي لكم بالليل، ويا ريت لما اجي ما تكونش انت في البيت. قال له حاضر. وفعلا جوزي قال لي البسي وتمكيجي وتشيكي وهو هيجي وانا مش هكون موجود هنا. جوزي مشى وسابني لوحدي في البيت. لقيت مديره جاي بيخبط عليا، فتحت له ودخل قعد جنبي شوية. لقيته جايب كيس في ايده، قال لي خدي البسي لي ده. لقيته جايب قميص احمر، قميص نوم بمعنى اصح، كأني لابسه ومش لابسه. وبالفعل كنت خايفة جدا ومرتبكة جدا. دخلت ولبسته، جه معايا اوضه النوم، فضل يتحرش بيا جامد. قلت له بس ارجوك
لازم توظف جوزي تاني لان احنا قاعدين من غير اكل ومن غير شرب ومن غير اي حاجة. قال لي متقلقيش من النقطة دي. وفعلا عمل معايا علاقة كاملة اكتر من ساعة لحد ما تعبت وتهدي حالي. بعد ما مشى لقيت جوزي جاي بعدها حوالي بساعة. المهم قبل ما يمشي ساب لي مبلغ حوالي 10,000 جنيه كمان. ومشى. الراجل ده كان مبسوط جدا. فضل. بعدها بيوم وباتنين لقيته برن على جوزي بيقوله تعالى استلم الوظيفة. فعلا جوزي رقاه. قال انا عايزة اجي عندك البيت للمرة التانية للمدام. جوزي وافق وبلا تردد وبلا مناقشة. جالي البيت وقال لي هتعملي كذا وكذا للمرة التانية. قلت له لا مش هيحصل. ضربني واهني لدرجة ان هو خلاص عمل لي خلع في دراعي من كتر الضرب. وافقت ومشيت علشان ما اطلعش بره البيت وما احتاجش لحد وما اتذلش لحد. جه الراجل مرة تانية وعمل معايا علاقة كاملة وحصل اللي حصل. فضلت على الموال ده على طول. جوزي مسكني من دراعي اللي بيوجعني. عارفة ان ماليش حد اروح فيه وقلت هروح فين؟ لو طلعت بره ومشيت في الشارع الكل هيغتصبني ويعتدي عليا برضه. اتكررت العملية كتير. كل المدير ده يوم ويوم كل يومين ويوم يجي ويعمل نفس الكلام لحد ما جوزي لقيت له جايب واحد زميله وبيقول لي نفس الوضع. قلت له ازاي مش كفاية المدير بتاعك؟ قال لي وزميلي هيدفع وكل اللي هيدفع اهلا وسهلا بيه. جوزي بقى يصرف كل فلوسه على المخدرات وعلى النساوين على الحريم التانية. طب انا مش مالية عينك؟ قال لي لا خليك انت كفاية للناس اللي بتيجي. اصبحت مدمنة الموضوع. بقيت كل اللي يجيبه المهم يدفع لي قبل ما يخرج. بقيت احوش فلوس كتير من ورا جوزي. بقى يجيب له اصحابه الموظفين واللي معاهم فلوس واللي ده واللي ده والمدير بتاعه وغيره وغيره وغيره. قال لي شوفي لنا حد تاني معاكي كمان ونعمل شبكة محترمة كده جوه البيت. فعلا كان ليا واحدة جارتي لحظت عليا العز والذهب الكتير اللي بقى في ايديا. قالت لي ازاي وصلت للي انت فيه؟ قلت لها حصل كذا وكذا خليكي معايا. قالت لي وماله انا معاكي. وفعلا انا وجارتي دي بقينا نعمل كده مع كل الرجاله اللي بتيجي واشتغلنا فتحناها كأنه بيت دعارة. الديوس جوزي بقى في عالم غير الدنيا اللي احنا عايشين فيها. عالم العربضة والدياسة والنجاسة بمعنى أصح. فضلت أعمل كده لحد ما جالي ألم شديد في بطني. الألم ده ما كانش بينتهي وبيروح. لفت دكاترة الدنيا مصر من مشرقها لمغربها ان حد يعرف عندي ايه. محدش عارف. انا كنت في الاول بصلي ملتزمة. طبعا من يوم ما عملت كده وغلطت نسيت الصلاة ونسيت ربنا ونسيت كل حاجة حلوة كنت بعملها في حياتي. نسيت القرآن وما مسكتوش بإيديا. فين وفين لحد ما دكتور واحد هو اللي عرف وقال لي اعملي لي اشاعة مش عارف ايه وايه وايه. عملت اشاعات كتير وفي الاخر مرة يقولوا لي قرحة مرة يقولوا لي جرثومة معدة ومرة لحد ما الدكتور ده قال لي عندك سرطان في المعدة. والسرطان لما اشتد عليك وما خدتلوش علاج نزل على المصران بتاعك. رحت في دوامة المشاكل والدكاترة ووجع القلب كل يوم في مستشفى شكل علشان اخد كيماوي لحد ما السرطان مسك بطني كلها ودمرها وبدأ ينتشر في جسمي كمان. انا دلوقتي بقيت قاعدة حرفيا في الفرشة عندي قرح الفراش مش قادرة اقوم من مكاني. انا بسجل وانا قلبي محروق ومجروح. تعرفوا لدرجة ايه؟ ان انا لما جيت اصلي اشوف دم قدامي على السجادة. منين انا معرفش. لما جيت اصلي اشوف تعبان كتير او حية كبيرة وقفالي على السجادة بتبصلي وبتمنعني ان انا اسجد لربنا. انا تعبانة قوي من جوايا ومقهورة. ما بقتش عارفة اصلي لربنا. وكأن باب التوبة ربنا قفله في وشي لانه سامحني مرة واتنين و10 و20 وبعدت عنه ونسيته. حتى القرآن هجرته وجاي بفتكره لما خلاص السرطان اكل جسمي وعقلي. حتى ربنا قفل باب التوبة في وشي. انا بقول الكلام ده مش طالبة منكم انك تدعوا لي ان ربنا يقبلني برحمته. مش طالبة منكم غير ان انتوا تدعوا لي ان ربنا يفتح لي باب التوبة من تاني قبل ما اموت ويتوب عليا.
السلام عليكم. دي قصة واحدة بعتها لي، قصة حقيقية من واقع الحياة، أتمنى تكون عبرة وعظة لكل ست بتغلط وبتندم على اللي غلطته. ما تبعدوش الناس عن ربنا، قربوا من ربنا أكتر وحبوه واحترموه. خلوا حبكم لربنا فوق كل شيء مهما كانت مصاعب الدنيا. ما تضحيش بشرفك وبكرامتك يا أختي. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يا ريت ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك في القناة، وما ننساش ندعي من قلبنا للأخت دي، ربنا يا رب يفتح عليها بأبواب رحمته يا رب، وقبل توبتها وتقبلها عنده يا رب العالمين. أتمنى إنكم تدعموني بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان كل قصة حقيقية من واقع الحياة توصل لكم أول بأول.